اي واحد غيشوف هاد لا فوتو غيقول مع راسو فايت شايفها في البروفيل ديال الياس المالكي، ولكن شكون هو هاد اللاعب وعلاش دارو الياس المالكي، وشنو هو القاسم المشترك بين الياس وباولو؟ هاد اللاعب كيتعتبر اسطوره ايطاليه اللي عنده قصه غريبه في عالم كره القدم. باولو زاد سنه 1956 في مدينه براتو الايطاليه، واول فرقه غيلعب معها هي فيلاس فيرونا، ومن موراها غينتقل لفرق كبار بحال اليوفي ولا سي ميلان. وفي 1980 تما غتبدا القصه الغريبه ديالو، نهار اللي تورطوا شركات وفرق اللي كبار بحال لا سي ميلان وبزاف ديال اللعابه اللي منهم باولو روسي. الحكومه الايطاليه غادي تتهمهم كاملين بالتلاعب بالنتائج ديال المباريات، وباولو روسي غادي يتحكم ب4 سنين ديال الحبس، ومن مور ما دار الاستئناف غادي يبطلوا العامين. تما باولو غادي يخرج بواحد التصريح اللي ناري وغادي يقول فيه باللي هادشي كان مؤامره عليه، وكيفضل يبقى ساكت باش ما يجبدش قضايا اللي كبار، قضايا اللي غارقين فيهم شخصيات اللي مهمين بزاف في البلاد. واكثر من هادشي فرق اللي عظيمه في الطاليان واللي بزاف ديال الناس ما عارفين شنو كيديروا، وهادشي بالضبط كون هضر عليه باولو روسي كان غادي يدمر الكره الايطاليه كامله. وفي 1981 اليوفي غادي يسيني مع باولو روسي وهو مازال في الحبس، وهذه كانت اول مره شي نادي يدير هاد اللعيبه، يعني كان مازال ليه عام ويخرج. وفي 1982 روسي غادي يقدر يخرج ويرجع للحياه ديالو الطبيعيه، وهذا الشيء اللي بالضبط طرا. واكثر من هذا الشيء باولو غادي يربح الدوري الايطالي في نفس العام اللي خرج فيه من الحبس، واخا لعب مع فرقته غير 3 ديال الماتشات. والصدمه الكبيره هي ان استدعاء المدرب الايطالي للتشكيله اللي غادي تشارك في كاس العالم ديال 1982 في اسبانيا. هذا الخبر صدم الجمهور والصحافه اللي ما حبسوش من الانتقادات، حيت قال لك ما واجدش باش يشارك في التظاهر ومازال ما رجعش الفورمه باش يلعب كاس العالم. ولكن باولو روسي كان عنده راي اخر، وهو اللي دوزهم للدور الموالي بعد ما ضرب هاتريك على البرازيل اللي كانت عندهم فرقه كتخلع، وحده من احسن لي سيليكسيون ديال البرازيل في التاريخ. في النصف النهائي غادي يلعبوا ضد بولندا، وباولو روسي هو اللي غادي ماركي البيت ديال الرباح وغادي يأهلهم للفينال ديال كاس العالم، فين غيتلاقاو مع المانيا في سانتياغو برنابيو. هاد الفينال اللي غادي تربحوا ايطاليا من مور ما ضربوا الالمان ب2-0، والبيت ديال الرباح ماركا باولو روسي اللي دار بيرفورمانس خياليه تقول هذا راه سنين وهو كيلعب وما عمرو دخل الحبس. روسي غادي يسكت كلشي وغيجيب كاس العالم لبلادو وغيربح الحذاء الذهبي كاحسن لاعب في البطوله، وكان هو اللي دا بمجموعه 6 ديال البيوتا، وهادشي اللي غيخليه يولي من احسن اللاعبين الكبار في ايطاليا واللي ما عمرهم غيتعاودوا في تاريخ كره القدم. روسي عطى درس للعالم اللي فيه بين باللي ما خاصناش نحكموا على بنادم قبل ما نعرفوه وفي اي مجال، وشي مرات داكشي اللي كنشوفو خطا راه صحيح من وجهه نظر وحده اخرى، وهذا الخطا اللي تيدفعنا نقدروا نوصلوا لشي حوايج اللي كبار ويخليونا ندخلوا بهم التاريخ. وشخصيا كنظن هذا هو الميساج اللي بغا الياس يوصل للجمهور ديالو غير من التصويره ديال البروفيل. ولكن شي اول مره غتسمع هذه القصه واول مره غتعرف شكون هو باولو روسي، بارطاجي الفيديو مع صحابك باش حتىهم يستافدوا، وضرب معاك ديك جيم وتابونا الا كنتي مازال ما مابونيش فلاشين، ونتلاقاو في فيديو جاي.